يا ولاد يا ولاد اهو جه يا ولاد يا ولاد اهو جه يا ولاد يا ولاد اهو جه يا ولاد. رمضان كريم. رمضان قرب والوقت بقى بيجري بسرعة قوي، بس رمضان وحلاوته ودفاه وخيره هيفضل بيوحشنا مهما الوقت جري. مين ما بيوحشوش صوت عبد المطلب بيقول أهلا رمضان رمضان جانا، ولا عبد العزيز محمود وهو مبهج قوي وبيقول مرحب لياليك عادت في امان. اسمعوا كده صلاة التراويح في أول يوم رمضان والفرحة والسعادة اللي فيها لمتنا على الفطار قبلها بشوية. زمان كنا نستنى بوجي وطمطم على الفطار، وبعديها فوازير عمو فؤاد وألف ليلة وليلة. مشي الزمن شوية وبقينا نستنى بكار ورشيدة وحسونة، بعدهم الكاميرا الخفية والمسلسلات، ووصلنا الرامز والمليون إعلان اللي بينهم مسلسل على كل قناة شكل. عدى الوقت وجري بينا. كان بيجي المسحرات يصحي اللي نايم بصوته وطبلته، ونجري على البلكونة نقوله ينادي أسامينا، لحد ما بقى ماما وبابا يصحوا اللي نايم عشان السحور. أحلى فول وبيض وجبنة وعيش بلدي وزبادي عشان نهضم، ونشرب ميه كتير عشان ما نعطش التاني يوم، ونقوم نصلي الفجر جماعة وندعي ربنا لينا ولغيرنا. نصحى صايمين، والسؤال الأشهر اللي منتشر حوالينا في كل حتة، صايم ولا زي كل سنة؟ بابا في الشغل وماما والبنات في المطبخ واخويا نايم، حرام الوحيد اللي صايم. عصير وخشاف وقطايف وكنافة وخير ربنا كله بيتجهز كل يوم. مدفع الإفطار يضرب ويدن الأذان ونصلي، وريحة الأكل إيه بقى، ونفطر ونضحك ونفرح بلمتنا وريحة رمضان وطعمه اللي مهما اتغيرت الظروف والأوقات حوالينا هيفضل عند المصريين ليه طعم تاني وحاجة تانية بجد. رمضان في مصر حاجة تانية. كل سنة وانتم طيبين.